والله يعني أنا لن أسميها إنجازات، ولكن يعني اسمحوا لي يعني أسميها رحلة عطاء. أعتقد أن رحلة العطاء يعني شهدت ثمار العمر التي يعني زرعتها أو بذرتها في أرض يعني حفلة كثيرا بالتعب والمعاناة والشقاء من أجل أن أكون، من أجل أن أصل إلى تلك المرحلة أو المحطة التي أجلس فيها مع تلك الشخصية الجميلة التي تجلس أمامي كي تحاورني. يعني هذا لا ده شرف. عظيم وإعلان عظيم متسع. أشكرك يا فندم، أشكرك. في بدايتي أتمنى أن حضرتك تكلمني في البدايات عن إنجازاتك العظيمة في الصحافة والشعر والتعليم. والله محطات أيضا كثيرة، يعني أنا عملت في معظم وكتبت في معظم الصحف العربية، وربما أختلف عن زملائي الذين بدأوا بالصحافة المحلية ثم المصرية ثم العربية. أنا ربما أكون قد يعني تخطيت وتجاوزت هذه المحطة. بدأت بالصحافة العربية فالحمد لله، ثم عندما عرفت من خلال الصحافة العربية يعني بدأت أتعامل مع الصحف المصرية، ولي باع طويل جدا جدا، وربما تكون معظم الصحف الإقليمية أو المحلية التي صدرت من هذه المدينة أنا كنت يعني الأساس فيها. دائما لا توجد صحيفة يعني تولد من رحم المطابع في هذا الإقليم إلا وكنت إما مستشارا للتحرير أو مديرا للتحرير أو مسؤولا عن التحرير. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الإذاعة والتلفزيون، وربما معظم الإذاعات المصرية والعربية والعالمية مثل مونte كارلو، BBC، صوت أمريكا، الإذاعات العربية بلا استثناء كان لي يعني مساحة فيها يعني. ثم إذاعة وتلفزيون القناة، وأزعم أن على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان لي تواجد من الناس عند الناس يعني. فعلا في أي إنجازات حضرتك قمت فيها على أي شكل أشكرك. كشاعر عظيم حضرتك قرر من غير ما ابتعد عن هذا الفن العظيم اتجه للفن الهابط، كما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ والله أنا لا أسميه فن، يعني الفن لابد أن يرتقي، لابد أن يسمو، لابد أن يكون له وقع، لابد أن يرتقي بكل ما هو سلبي أو كل ما هو بذيء في المجتمع لكي ينمي، لكي تزيد مساحة الرخاء ومساحة العمار. لكن الهبوط أو الإسقاط الذي نراه أنا لا أسميه فن، لا علاقة له بالفن أبدا أبدا. أن نعود إلى الأصالة، أن نستمع. للأسف هذا الجيل الذي يعني تنتمينا حضرتك له جيل لا يسمع بالمرة، لا يقرأ، جيل غير مثقف أبدا يعني. والاتهام لا يشمل الجميع. أنا أستثني من يعني يتعاملون مع الكتب، مع الثقافة، مع المعرفة، لأن حصيلة الإنسان المبدع، الحصيلة الحقيقية هي الحصيلة الثقافية التي يبني من خلالها المجتمع. ولكن ما نرى من هذا الجيل ليس لديه قدرة على الانصات، على الاستيعاب، على هذه الأشياء، لن يكون شيء. لأن إذا أردت أن تكون فلابد أن تتسلحي بالثقافة. وأنا من وجهة نظري أن البداية القرآن، يعني الإنسان يقرأ كثيرا في كتاب رب العزة لأن به كل شيء في هذا العالم. تمتلك حضرتك ملكة جميلة وهي تعدد المواهب التي قلما يمتلكها الإنسان الجديد فيها، كالإبداع الفني في شتى مجالات. فما هي أكثر موهبة قريبة لك؟ والله الشعر، يعني أنا يعني ربما أزعم دائما وأقول أن رب العزة من علي العديد من الملكات أو المواهب، وأنا حريص دائما على أن أنميها وعلى أن أكون يعني لي وقع عند الناس ولي صدى. الشعر هو فن العربية الأول، والشعر هو الشيء الوحيد على وجه الأرض الذي لا يعلم. فأنا ولدت شاعرا، يعني دائما أقول أني ولدت شاعرا.
الشعر هو الذي أوجدني في هذا المكان. أنا أكتب في الصحافة بلغة الشعر، أكتب في الأدب بلغة الشعر، أتحدث بلغة الشعر. يعني أنا دائما تجديني المتحدث بلسان الوحي والإلهام، لسان الشعر. وتجدي أن دائما أحاول أن أتصيد القلوب أو أتسلل إليها عبر كلمات رنانة لها موسيقية. أختلف عن الكثير ممن يقولون يعني أي شيء. أنا أحاول أن أجعل كلماتي تخرج منمقة، تخرج مزركشة، لتصل إلى الناس في صورة يعني توجد لي مساحة خضراء عندهم. من وجهة نظر سيادتك إن الشباب الذين يملكون موهبة الشعر من الممكن أن يثبتوا وجودهم في المجتمع المصري؟ والله أنا قلت ودائما أقول لكي يعني تصل إلى الناس لابد أن تتسلح بالثقافة والمعرفة وتنمي تلك المواهب. لكن أنا أرى أن معظم المواهب هي مواهب هشة، مواهب غير مثقفة بالمرة. وأقول معظم وليس كل، لأن هناك بعض المواهب التي تلفت انتباهي أنا، وهي ربما تكون قليلة يعني وليست كثيرة. لأن لو قارناها سنجد أن هناك شاعر لكل مواطن في مصر، مثلما هناك طبيب لكل مواطن، مثلما هناك مهندس ومدير فني. في مجتمعنا هذا هل ترى للصحافة والإعلام دور في التنمية البشرية والوعي الوطني لكل مواطن؟ وكيف ننمي مصداقية الإعلام؟ أكيد الناس تتحرك بالإعلام. الإعلام يقيم الدنيا، الإعلام يحدث انقلابا في العالم. الإعلام هو أداة تنوير، هو ينور الرأي العام، ومن خلال التنوير يستطيع أي إنسان على وجه الأرض أن يستقي الشيء الجميل ويلفظ كل ما هو رديء. أنا من وجهة نظري أن الإعلام هو الأساس. الإعلام هو الطريق لصناعة وطن حضاري، لصناعة النهضة، الرخاء، العمار. بدون الإعلام الإعلام إما سلبا أو إيجابا. يعني أنت حضرتك ربما ترين ما يعني فعله الإعلام بنا يعني، وأنا ضد الإعلام المفبرك، الإعلام المضلل، الإعلام الذي يسحق الهوية المصرية والعربية والدينية وكل هذه الأشياء. أنا مع الإعلام البناء، الإعلام المعمر، الإعلام المثقف، الإعلام الذي يسعى دائما وأبدا إلى كل ما هو رائع، الذي يرتقي بالمجتمع. حضرتك يعني ما هي الخطوات التي نتخذها كمن ينمي هذا الإعلام ونجعله إعلام سليم؟ انتقاء العناصر التي تعمل في الإعلام. يعني الصحف لابد أن تلفظ كل ما هو رديء، وتعتمد على كل الكوادر الإعلامية التي تمتلك حسا إعلاميا وثقافة ووعيا وولاء لهذا الوطن. إذا لم أنتمي إلى هذا الوطن ولدي ولاء، صدقيني لن أكون إعلاميا ناجحا، ولن أكون إعلاميا بناء، إعلاميا معمرا، إعلاميا مثمرا. لكن إذا كنت من هؤلاء الذين يسحقون ويدمرون ويضللون، صدقيني لن ينصلح حال الوطن. فلا بد أن يتطهر الإعلام من أمثال هؤلاء. في آخر لقائي مع الإعلامي الكبير وأستاذنا سمير أبو الحمد، أتمنى أن يعطينا نبذة مختصرة عن الرؤية المستقبلية للإعلام المصري. والله أنا قلت الإعلام المصري أنا أرى أنه يسحق نحو النور. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تفاءلوا بالخير تجدوه. وأنا أكثر البشر تفاؤلا على طول الطريق. إن شاء الله أطمئن حضرتك وأطمئن كل الناس بأن الغد القادم أروع وأجمل، وأن مصر ستعبر إلى النور، وأن مصر ستعود أكثر مما كانت ست الدنيا. سعدني وشرفني هذا اللقاء مع الإعلام الكبير، وأتمنى لكم مستقبلا باهرا وأتمنى الدعاء لكم. أشكرك. شكرا.